السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال يا رب. معاكم منوعات رؤى ومكة، جايه لكم بطريقة عمل الممبار، طريقة سهلة جدا ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. المقادير بتاعتنا: معايا كيلو من الممبار جايباه متنضف من عند الجزار، بس انا حطيت عليه ليمون ودقيق وملح عشان طبعا الزفارة بتاعته. معايا القوطة هنا متسبكة. طبعا انا بحط الزيت وبعد كده بنزل عليه بالبصل لحد ما بياخد لون اصفر كده، اللون اللي هو المصفر. بنزل عليه بنص معلقه من السكر، بيفرق في الطعم، بيدي تسكيره حلوه، وكمان بيكسر الحموضه بتاعه الطماطم وبيدي كرمله للبصل. يعني السكر عامل اساسي، انا بحبه في اي حاجه يكون فيها تسبيكه. انا الممبار على طول بعمله ني في ني، بس قلت ايه المره دي اغير شويه. بس والله طلع طعمه حلو برده، مش وحش. هو عامل يعني يعتبر الحشوه دي عامله زيها زي حشوه المحشي. انا هنا الخضره دي كنت مفرزاها، انا بحب افرز الخضره عشان وقت ما اكون محتاجاها في ثانيه اطلعها تكون فيها نسبه تلج وابتدي اشتغل بيها. ما ينفعش اسيبها لحد ما تفك من التلج وابتدي اشتغل بيها. ما ينفعش لاي نوع من انواع الخضار لما نكون مفرزينه ما ينفعش يفك من التلج وبعد كده نشتغل بيه، لا لازم يكون في نسبه من التلج زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا كنت حطاها في بوله صغيره، حبيت افتكس كده شويه وقلت احاول ان انا اقلبها، لقيت الخلطه كلها تتقلب مني. رحت حطاها في بولة اكبر شوية. وبعد كده حطيت الرز. طبعا الرز كنت غسلاه وسايباه لحد ما يتصفى. حطيت الرز وحطيت الطماطم والخضرة، قلبتهم كويس. بعد كده تعالوا بقى التوابل بتاعتها. حطيت نص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، ربع معلقة من القرفة، رشة نعناع صغيرة، ورشة مرقة فورية. بجد يا جماعة التكتين دولت يعني اللي هو الفلفل، اللي هو النعناع والقرفة، بجد ادوا طعم تحفة، جربوها. ومعايا جزراية بشرتها. جزراية صغيرة جدا مش كبيرة يعني. بس ومعايا بقى الممبار هنا هبتدي احشي. انا بفتح الممبرايه بايديا الاتنين كده عشان ابتدي احشي. انا معرفتش اصور لكم وانا بحشي لان زي ما انتم عارفين انا بصور بايديا، فطبعا مش هعرف اصور واوريكم انا بحشي ازاي. زي ما انتم شايفين انا بفتح بايد وبحشي بالايد التانية، بحس ان هي اسرع معايا. في ناس بتحط الممبرايه في قلب الرز وبتبتدي تحشي بسرعه بسرعه، انا مش بعرف اعمل كده، لا الاسهل بتاعي اللي انا بحب افتح بايدي واشتغل بايدي التانية. وطبعا الممبرايه مش لازم تتكربس رز، يعني نخلي الخضار اكتر من الرز. بجد تحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه يعني الخضار نسبته معقوله والرز نسبته معقوله. مش لازم نخلي الممبرايه او صباع المحشي يكون حاجه منفوخه كده، لا نخليها حاجه حلوه ومناسبه عشان تعرفوا تاكلوها. طبعا هنا الميه غليت، انا كنت حاطه الميه على النار، حاطه فيها بتاع دوت مرقه فوريه، باقي الكيس بتاع المرقه الفوريه، وبصلايه صغيره. ما حطيتش فيها اكتر من كده، لو عايزه ملح احط، ما عايزتش خلاص. انا ما حبيتش احط عليها توابل غير رشه نعناع صغيره، عشان طبعا احنا حاطين توابل في الممبار، فانا انتوا عارفين ان انا مش بحب طعم التوابل يكون مغطي على اي حاجه من انواع الاكل. ما بحبش كده خالص، بحب كل حاجه تبقى بطبيعتها كده. طبعا انا هنا لازم اصفيه، لو اتساب في الشوربه ديت هتلاقوا كل صباع وصباع قاعد يتفرقع في قلب الرز، في قلب الشوربه. تيجوا تطلعوا عباره عن رز بس مش ممبار. فالمفروض اللي هو اول ما تشيلوه من على النار تشيلوه وتحطوه في المصفى على طول، عشان خاطر اللهم صل على النبي، يصفي الشوربه بتاعته ويهدى شويه من السخونيه، وتبتدوا اللي انتوا تحمروه. وبرضك مش اول ما يطلع من الحله بتاعه الشوربه تروحوا محمرينه وتسيبوه يهدى شويه وبعد كده تبتدوا تحمروا فيه. طبعا هنا انا كنت حاطه الطاسه على النار. طبعا انا كانت الانبوبه خلصانه عندي. في الحظ الجميل بتاعي انا المفروض ان انا كنت اصور لكم كذا حاجه كنت بعملها، بس جت الانبوبه خلصت. الحظ معايا الحمد لله الحمد لله طبعا. قلت بقى ايه، اصور لكم الممبار وخلاص. طبعا ادي كده الممبار خد معايا اللون الحلو، وادي هنا كانت الفشه، وطبعا جنبه العيش. حابين تحطوا جنبيه سلطه مخلل زي ما انتوا عايزين. اتمنى الفيديو يعجبكم. طبعا في حاجه عايزه اقولها لكم، الرزايه كانت من جوه سليمه مش مهريه. واشوفكم على خير واقول لكم السلام ختام.